السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم. الأهلي والزمالك. الأهلي والزمالك أنهوا كل شيء بمناسبة الدوري المصري الممتاز. الدوري المصري الممتاز هيبتدي يوم 21 أغسطس، يوم الجمعة الجاية إن شاء الله. دوري أورا بنظامه الجديد، دوري استثنائي كما صرح أحمد دياب. الفائز ياخد 50 مليون جنيه طناطح دوري أبطال أفريقيا. وباتريس موتسيبي برضه زود دوري أبطال أفريقيا وزادت الكونفدرالية. اعتزال نجم كرة القدم، اعتزال أفضل مهاجم في العالم، اعتزال الأسطورة كريستيانو رونالدو عن عمر يناهز 43 سنة اعتزل. لاعب بدني كويس جدا، لاعب سريع، لاعب مهاري، لاعب شويط، لاعب بيخلص من انصاف الفرص، مهاجم بما تحمل الكلمة من معنى، مهاجم صاروخي. مهاجم كريستيانو رونالدو عنده حسة الأهداف عالية جدا، مهاجم نجم البرتغال. وكمان كريستيانو رونالدو قريب من 1000 جون، يعني كريستيانو رونالدو فاضل له حوالي 25 هدف ولا 30 ويبقى 1000 جون. 1000 جون يعني كريستيانو رونالدو نقترب من 1000 جون. وكذلك كريستيانو رونالدو خلاص يقترب وبنسبة جديدة من آخر موسم ليه، كما صرح آخر موسم ليه. هل يرجع في قراره بنستمتع بكريستيانو رونالدو تاني ولا لأ؟ المهم أنهى مسيرته بسلاسة جدا، أنهى مسيرته كلاعب نجم كبير ومحترف في صفوف النصر السعودي. لاعب كريستيانو رونالدو لاعب كبير جدا. كريستيانو رونالدو من أفضل اللاعبين في العالم، أو لم يكن أفضلهم في العالم. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب مر على مر العصور والتاريخ، ولاعب كده كرة القدم بتتكلم في رجله، باكوردات تلاقيه، سرعة تلاقيه، هدف تلاقيه، كمان رأسيات تلاقيه، سريع، بدني، عالي، قوي، كل حاجة فيه كريستيانو رونالدو. نتمنى لك التوفيق في أي مكان يا كريستيانو. نقفل صفحة كريستيانو ونبتدي في النجم المصري حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم الذي تألق مع برشلونة وتحت أعين هانس فليك ومع مين؟ مع اللعيبة كبيرة، كوبارسي ورافينيا ويمين يامال واللعيبة كلها دي وديني أولمو. اتألق حمزة عبد الكريم وسجل هدف في المباراة الودية مع بازل السويسري، واحتفل احتفال كويس يليق بانه حمزة عبد الكريم. انا كبير، انا مش عاوز احتفل وافضل اطلع بره واخرج جوه واعمل احتفالات كتيرة علشان يعرفوني. انا معروف وانا ان شاء الله اكسر الدنيا. حمزة عبد الكريم احنا وراك ومكملين، وان شاء الله تبقى العب افضل واحسن من محمد صلاح كمان، او تتخطاه او تعادله. يعني محمد صلاح نجم كبير، كينج الكره المصريه والعربيه والافريقيه، بس حمزة عبد الكريم كمل واحنا وراك، الشعب المصري وراك. انت حمزة عبد الكريم لسه لاعب شاب، عندك 18 سنه وبتلعب في الفريق الاول مع برشلونه تحت اعين هانس فليك. كمل يا حمزة عبد الكريم والشعب المصري باكمله وراك، وان شاء الله نشوفك مكسر الدنيا ومدغدغ الدنيا في دوري ابطال اوروبا ومع برشلونه في الدوري. وكمان تلعب مع الاهلي، تلعب مع برشلونه ضد الاهلي في كاس اخوان غمبر يوم الاربعاء ان شاء الله الموافق 19 اغسطس. يا حمزة عبد الكريم انت هداف مرعب، ما عاوزينش ننصف في حمزة عبد الكريم قوي عقبال ما ينضج ويبقى افضل لاعب في العالم ان شاء الله. حمزة عبد الكريم كمل والشعب المصري وراك يا حمزة. الاهلي هيلعب مع برشلونه في كاس اخوان غمبر يوم 19 اغسطس الساعه 9 مساء. المباراه تتذاع على اون سبورت بلس، وان شاء الله تبقى مباراه ممتعه للكل. برشلونه الاسباني ومجاد الاهلي والمصري، عملاق اوروبا ضد عملاق افريقيا. من الذي يكسب الله اعلم، بس اذا كسبت برشلونه الف مبروك ليها بسبب حمزة عبد الكريم فقط، واذا كسب الاهلي الف 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 مبروك للاهلي لانه الاهلي مصري. بس الاهلي اذا تعادل يبقى المباراه خرجت التعادل، يبقى حسين عموده للتاريخ يا حسين عموده لتعادلك مع برشلونه. اذا تعادلت
اذا خسرت عادي واذا كسبت عادي، لان دي مباراه وديه بطابع رسمي على كاس اخوان غمبر، بس تعتبر في الاول والاخر هي مباراه وديه يعني مش على اي بطوله كبرى. وكمان حسين عموته ما عندوش حد احتياط ولا بديل ولا دكه لحد دلوقتي، ما استقرش على التشكيله الاساسيه. هو وظف زيزو وظف زيزو في وسط الملعب، وظفه بطريقه اخرى. يعني زيزو كان بيلعب جناح ايمن، خلاه في وسط الملعب. زيزو بيلعب في وسط الملعب، عمره ما شفناه زيزو بيلعب في وسط الملعب، لكن مع حسين عموته شاف كل شيء، وان شاء الله يبقى افضل مدرب دخل الاهلي حسين عموته المغربي صاحب دوري ابطال افريقيا مع الوداد والكونفدراليه مع الجيش الملكي. حسين عموته ما عندوش حد اسمه انا دولي وانا لاعب كبير وانا لا عنده اللي يتدرب ويلعب صح هيلعب ويبقى اساسي مع حسين عموته. الحسين عموته ما حاططش حد في عينه انها لعبك اساسي، كله عنده اساسي. يعني ايه؟ يعني عنده اللي بيقعد دكه زي الاساسي، انت اللي بيقعد دكه ويجتهد هيلعب اساسي مع الحسين عموته. وزيزو في وسط الملعب وظفوا توظيف جديد حسين عموته وحطه في وسط الملعب بدل الجناح اليمين. وتمرد امام عاشور بيتمرد على الاهلي بسبب عرض كونيا سبورت. كونيا سبورت عرضت على الاهلي بمبلغ 4.5 مليون دولار، لكن الاهلي رفض، وامام عاشور عاوز يزود راتبه مع الاهلي، والاهلي حاطط سقف رواتب للعيبه كلها. يعني الاهلي حاطط سقف رواتب للعيبه كلها ليه؟ لان الاهلي السقف اللي حاطه مبلغ معين للعيبه كلها. زيزو خفض راتبه، اللي ما رضيش يخفض الراتب تريزيجيه وراح للرياض السعودي، ماشي؟ فاللي خفض راتبه قاعد مع الاهلي ومستمر، واللي ما خفضش راتبه زي تريزيجيه راح. امام عاشور كذلك عاوز يزود الراتب، والاهلي مش هيقدر يكسر قاعده سقف رواتب اللعيبه. فكونيا سبورت عرضت 4.5 مليون دولار، الاهلي رفض من الوهله الاولى، هتعرض مبلغ تاني 6 مليون دولار والاهلي هيرفض. فالاهلي حاطط قيمه وعرض، حاطط قيمه واحده لامام عاشور، حاطط مبلغ معين لامام عاشور لرحيل النجم الكبير افضل لاعب في الاهلي لرحيله، حاطط مبلغ بقيمه 8 او 10 مليون دولار او 12 مليون دولار اذا اتى عرض الاهلي بالمبلغ من 10 ل 12 مليون دولار الاهلي يخلي امام عاشور يرحل. واخر خبر معانا اليوم هو شيكو باندا. شيكو باندا هل يرحل ما يرحلش؟ شيكو باندا يستمر في نادي الزمالك، وفي يناير هو وخوان بزيرة الازمه مكمله مع خوان بزيرة. الزمالك اتصل بخوان بزيرة وخوان بزيرة رفض، الازمه مكمله لحد دلوقتي. اذا الزمالك توصل مع اتفاق نهائي مع خوان بزيرة هيرجع الى القاهره زي ما اتى شيكو باندا الى القاهره. شيكو باندا اتى القاهره واخوان بألفنا بزيرة هي واتى القاهره، الاثنين دول اذا اتى لهم عرض مميز في يناير هيتباعوا لانه يحلوا الازمه الماليه في نادي الزمالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.